مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. إريتريا تستنكر الممارسات غير القانونية من قبل أمريكا. إصابة واحدة بفيروس كورونا اليوم. زراعة النخيل تحقق نتائج مرضية في مديرية جندع. ميركل تطمئن الرئيس الأوكراني بشأن خط الغاز نورد ستريم 2. كمال هاريس تعهدت التزاما دائما للولايات المتحدة في آسيا. سيول وواشنطن تبحثان الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله. تستنكر الحكومة الإريترية بشدة وترفض نصا وروحا الاتهامات غير المقبولة المعلنة من قبل الإدارة الأمريكية، وستتخذها ضد رئيس أركان الدفاع الإريترية بموجب ما أسمته قانون ماغنيتسكي العالمي. نص البيان في سياق التقرير التالي. وجهت الإدارة الأمريكية اتهامات غير مقبولة إلى إريتريا، معلنة عن إجراءات ذات صلة ستتخذها ضد رئيس أركان قوات الدفاع الإريتريا بموجب ما أسمته قانون ماغنيتسكي العالمي. إن حكومة إريتريا ترفض نصا وروحا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والابتزاز الموجهة ضدها. ليست هذه في الواقع المرة الأولى التي تطلق فيها الإدارة الأمريكية حملات التشهير التي لا أساس لها ضد إريتريا. وفي ردها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 16 من مارس 2021، أوضح وزير خارجية إريتريا بأنه من المؤسف أنك توصلت إلى بعض الاستنتاجات على أساس تضليل إعلامي لا أساس لها من الصحة، كما أنني أشعر بالقلق من لهجة رسالتك التي يبدو أنها تعود إلى السياسات غير البناءة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية المتعاقبة بشأن إريتريا خلال 30 عاما الماضية. لا أرغب في الخوض في التفاصيل الحادة في هذه الرسالة، لكنني آمل بصدق أن يتم معالجة ذلك في الوقت المناسب. في مواجهة الاتهامات المتكررة وغير المبررة، لا يمكن لإريتريا أن تظل صامتة. في ظل هذه الظروف، تدعو إريتريا الإدارة الأمريكية إلى إحالة القضية إلى محكمة مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق لإثبات مزاعمها الكاذبة. كما تحث حكومة إريتريا مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤوليته في ردع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وسيادة الشعوب والأمم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسعي إلى الإنصاف. وزارة الشؤون الخارجية أسمرة 23 من أغسطس 2021. ستكون المذكرة الدبلوماسية التي تم نقلها إلى وزارة خارجية إريتريا اليوم والاتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية إريتريا في مارس 2021 علنية كجزء لا يتجزأ من هذا البيان الصحفي. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 23 من أغسطس في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنة واحدة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 6 مرضى كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6624، شفي منهم 6571 وتوفي 37 مريضا، فيما لا يزال 16 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من أغسطس 2021. أعلن خبير الهندسة الزراعية المهندس نضال محمد نور عن تطور زراعة النخيل الجارية في ضاحيتي قحتيلاي ودوغلي بمديرية جندع بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح المهندس نضال لوكالة الأنباء الإريترية أن المشروع الذي بدأ في أواخر عام 2010 يضم حوالي 350 شجرة نخيل في 20 هكتارا،
وقد وصلت أشجار النخيل المذكورة مستوى الإثمار. وذكر بأن النخيل النامية في المشروع تشمل 10 أنواع، موضحا بأنهم يقومون بإعداد أماكن مناسبة في منطقة دوغله لتوسيع النخيل كما ونوعا. كما أشار المهندس نضال إلى أنهم وإلى جانب أنشطة زراعة النخيل يقدمون خدمات بيطرية وإرشادات مهنية للمزارعين في المنطقة. أكمل الطلاب المشاركون في الحملة الخضراء بمديريتي نقفة وأفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر أكملوا أعمالهم بنجاح. وقد تمثلت الأنشطة التي أنجزوها خلال الحملة التي بدأت من 7 يوليو المنصرم على حماية التربة وحفظ المياه وغرس الشتول ورعاية الأشجار. وأفاد مكتب الزراعة في مديرية نقفة مشاركة 192 طالبا في الحملة التي انتظمت في 3 نقاط، وأنجزوا أعمالا ملموسة تمثلت في بناء أكثر من 1200 متر من المدرجات و3000 متر مكعب من الحواجز المائية، وصيانة أكثر من 8000 متر من المدرجات الحجرية، وغرس أكثر من 9000 من شتول التين الشوكي. وفي مديرية أفعبت أيضا نفذت أنشطة مماثلة في مناطق نارو أنس وقلامة ومدينة أفعبت، حيث غرست 7000 شتلة في المؤسسات الحكومية والمدارس والطرقات والمنازل وغيرها من أماكن، وقد وضع برنامج لرعايتها وحراستها. وأشاد منسق الحملة الخضراء في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ فصحاسيون تكيئ بالوفاء والإخلاص الذي أبداه الطلاب والمشرفون عليهم. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج التي هطلت في 21 من أغسطس في ضاحيتي بلزة وأنبادره بمديرية سرجقة بالإقليم الأوسط أحدثت أضرارا بالممتلكات والمزارع و600 هكتار من المزارع الحقلية. وأوضح مكتب الزراعة في المديرية بأن الحادث الطبيعي تسبب في ضاحية بلزة في تدمير الحبوب ومحاصيل زيتية وبقوليات نامية في مساحة 554 هكتارا، وكذلك تدمير 70 هكتارا في ضاحية مبادره. وأضاف المكتب بأن المحاصيل التي دمرتها الأمطار الغزيرة على الذرة والبطاطا والفاصوليا والقمح والشعير والطماطم التي أوشكت على الإثمار. كما أحدثت الأمطار الغزيرة في ضاحية بلزة تدميرا جزئيا في منزلين. يذكر بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في مديرية سرجقة في شهر يوليو الماضي أحدثت أضرارا على مشتل شمانوغوس العلاي وكذلك على الشتول المعدة للغرس. قدم شباب العمال في منطقة أفامبو بمديرية وسط دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر 24,000 نخفة ل8 أسر شهداء. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الشاب عثمان عبد القادر بتقديم مساعدات على مستوى الأشخاص والمجموعات، وإن مساعدة أسر الشهداء مسألة لا تترك للحكومة فقط، وهذا الدعم المقدم هو مواصلة لتلك المساعدات. من جهته قال المدير التنفيذي لمديرية وسط دنكاليا سيد آدم عبد الله تسير أنشطة مساعدة لأسر الشهداء في المديرية، وسوف يجري العمل لخلق بيئة ملائمة تساهم على مساعدة الأسر. في غضون ذلك قام الاتحاد في مديرية وسط دانكاليا بتدريب 15 شابا في منطقة أفامبو على تربية النحل. وضح مدير ضاحية أفامبو السيد حالو إيغاحالي إن الدورة تساعد على تطوير أنشطة تربية النحل في المنطقة، مناشدا لتنظيم دورات تأهيلية مماثلة. طلب المهنيون الصحيون والمواطنون في ضاحية أشرة بمديرية حقات بإقليم عنسبة لإكمال متطلبات المركز الصحي في منطقتهم من أجل تقديم خدمات صحية ناجعة للمستفيدين من خدمات المركز. وقال المواطنون إنه رغم أن المركز يقدم خدمات صحية جيدة إلا أنه يتطلب توفير مختبر طبي وخدمات مياه آمنة وتخصيص سيارة إسعاف، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم كل ما في وسعهم. من جهته ذكر مسؤول المركز الصحي مساعد التمريض سياس دبساي بأن التوعية الجارية أثمرت عن تحقيق نتائج جيدة تمثلت في تنفيذ كافة المناطق لبرامج الإصلاح البيئي الأهلي وتحقيق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بتطعيم الأطفال والسيطرة على الملاريا ورعاية الأموم والطفولة. وأوضح مساعد التمريض سياس تزايد المستفيدين من خدمات المركز مع بناء عنابر لانتظار الحوامل، مناشدا بضرورة توسيع البنى التحتية وإكمال نواقص المركز حتى يقدم خدمات صحية ناجعة.
هذا ويقدم مركز أشر الصحيح خدمات ل6 مناطق في ضاحية أشرة وسكان ضاحية عداري وأونجلة، وكذلك لسكان بعض مناطق مديرية منصورة بإقليم الكاشبركة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن خط الغاز نورد ستريم 2 الروسي الألماني سلاح جيوسياسي خطير بيد موسكو، وذلك لدى استقباله في كييف المستشارة الألمانية التي تدعم هذا المشروع. وأوضح زيلينسكي في مؤتمر الصحفي مع أنجيلا ميركل أنه ينظر إلى هذا المشروع من منظور أمني بحت، ويرى أنه سلاح جيوسياسي خطير بيد الكرملين، مؤكدا أن لا أحد يستطيع إنكار أن أبرز مخاطر استكمال مشروع نورد ستريم 2 ستثقل كاهل أوكرانيا. ويربط مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي أوشك على الانتهاء ويمر عبر بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا مباشرة، مما يحرم أوكرانيا من 1.5 مليار دولار على الأقل سنويا من العائدات التي تجنيها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، ومن وسيلة ضغط دبلوماسية ضد خصمها الروسي. من جهتها سعت المستشارة التي ستغادر منصبها في الخريف مجددا إلى طمأنة كييف، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الولايات المتحدة التي تعارض المشروع على السماح بتنفيذه على لا تستخدمه روسيا لإضعاف أوكرانيا وتمديد عقد نقل الغاز إلى ما بعد عام 2024. تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزاما دائما للولايات المتحدة في آسيا في وقت يثير الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان مخاوف بين حلفائها. وقالت المسؤولة خلال زيارتها سنغافورة ضمن رحلة في آسيا تشمل محطة في فيتنام: وعدت إدارتنا بالتزام دائم في سنغافورة وجنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وألقت العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة ومشاهد آلاف الأفغان الساعين بيأس إلى الفرار من البلاد ألقت بظلال جديدة على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى. وتنتظر الكثير من الدول الآسيوية التي لطالما اعتمدت على النفوذ أو القوات الأمريكية من أجل ضمان أمنها إشارات مطمئنة من الولايات المتحدة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة. بحث المبعوث النووي الكوري الجنوبي نو كيو دوك مع نظيره الأمريكي سون كيم الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وسط التدريبات العسكرية المشتركة المستمرة بين البلدين. وناقش الجانبان خلال اجتماعهما في سيول حسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية سبل التعاون من أجل إحراز تقدم ملموس لنزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. وبشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، أكد أنها ذات طبيعة دفاعية بحتة وتساهم في أمن كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشددا على أنه مستعد للقاء نظيره الكوري الشمالي في أي مكان وزمان. من جانبه أكد المبعوث النووي لكوريا الجنوبية أن اجتماع اليوم يجري في لحظة مهمة للغاية، مؤكدا أنه يتطلع إلى حوار مثمر حول طرق مرنة ومبتكرة لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام. قتل 8 أشخاص على الأقل بينهم 5 أطفال من نفس العائلة خلال اجتياح إعصار غريس شرقي المكسيك السبت، مسببا بفيضانات وانزلاق التربة ملحقا أضرارا بالمنازل والمتاجر. وضرب الإعصار المكسيك للمرة الثانية قرب تيكولوتلا بولاية فيراكروز بقوة عاصفة من الفئة الثالثة ترافقها رياح سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.
وتراجعت قوة الإعصار لاحقا أثناء توجهه نحو الداخل فوق المرتفعات بوسط البلاد، ملحقا في تلك الأثناء أضرارا على نطاق واسع. وتراجعت قوة الإعصار مع توجهه إلى المناطق الداخلية حاملا أمطارا غزيرة على مكسيكو، لكنه قد يتحول إلى إعصار جديد في المحيط الهادئ وفق المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير. ولا تزال السلطات المكسيكية في حالة تأهب تحسبا لفيضانات أنهر وسيول وحلية خصوصا في فيراكروز. ووجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو تعازيه لعائلات الضحايا. سيداتي وسادتي، ختاما لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إريتريا تستنكر الممارسات غير القانونية من قبل أمريكا. إصابة واحدة بفيروس كورونا اليوم. زراعة النخيل تحقق نتائج مرضية في مديرية جندة. ميركل تطمئن الرئيس الأوكراني بشأن خط الغاز نورد ستريم 2. كمالا هاريس تعهدت التزاما دائما للولايات المتحدة في آسيا. وسيول وواشنطن تبحثان الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.